والله سبحانه شوف وتعالى لو احكي لك حكايه صغيره. نعم. حكايه صغيره ولو خاف الوقت. لا 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 احنا هي الحلقه لك. الله يسلمك حبيبي. شوف قبل واحد يتيم من اهالي بغداد، هذا انا عشت شفته وياي انا يعني بالاربعينات والخمسينات عشته وشفته لهذا الشخص. هذا الشاب يتيم ما عنده احد. تربى ببيت يشتغل صانع عند هذا الشخص، تربى عنده ببيته. كبر صار شاب، قال له ابني اريد ازوجك. لزم شغله كله هو يساعده، يعني حبه امين وشاغول وسبع وما يعرف اهله، ما عنده احد. يا يخطبوا لي يا ما ينطوه لي، يقول له زين ما نعرف اصله وفصله شلون نطيبتنا؟ ماكو. الى ان فد يوم قال له هاي بنيه يتيمه هم ما اعرف اهلها، تشتغل خدامه عندنا بالبيت، تعالوا خذها. زوج اللي هي على سنه الله ورسوله، على سنه الله ورسوله تزوجها. قعدها ببيت صغير، خلفت له 5 شباب، 5 ولد وبنات 2. صارت عائله الله رزقها على عين هاي البنيه، رزق صار عنده محل وشغل ف قال لها يا فلانه انا اريد اروح البيت الله احج. قالت له ايه روح. قال هذا المصرف وهذا النسواق وانا رايح 20 يوم احج وارجع لك. طلعوا القافله يطلع باب الحوش بيديه طاسه المي وراه قالت له يا هذا ابو فلان انت اذا تاخرت اني وين اروح على اليمن؟ لا عندي عمام ولا خوال، وانت ما عندك عمام وخوال، وين اروح على اليمن اروح؟ قال على كيفك يا معوده روحي لابو خيمه الزرقاء. وراح ببيت الله تمرض، دخلوه مستشفى، كل الحجاج يجوه هو ما يجي. العدها الاكل والمصرف كله خلاص، نسواق قوي جهاد جواعه. شو تسوي؟ حابسه روحها هي واطفالها بالبيت. قالت هو قال لي روحي لابو خيمه الزرقاء، خلي اطلع اشوف منو خيمه الزرقاء. طلعت تباوع تمشي تشوف كل واحد حاط له شادر ابيض شادر احمر وجوه يبيع بسطيه وكذا وكذا. ما لقيت واحد حاط خيمه زرقاء. مشت بالدهانه لقيت حلوه كبيره، واحد لابس صايته ونرجيلته والعمال وولده يشتغلون ينقلون تمن ولحم ودهن وخير من الله، تاجر. شافت الخيمه زرقاء قالت ايه هو هذا دزني عليه. جت عمي قالت لعمي الله يساعدك. قال لها يا بابا. قالت لعمي احنا قصتنا هيك وهيك وهيك. وقال نروح لابو خيمه الزرقاء. وقال لي روحي لابو خيمه الزرقاء، ما لقيت انت خيمتك زرقاء. قال هو وصلتي بابا. الله اكبر. يلا روحي البيت بعد لا تطلعين، هو يجيش النسواق والاكل والمصرف، روحي. الله اكبر. قال له الابن الكبير قال له قوم امشي وراها ندلي البيت مالها وين. راحت طبت ببيتها وسدت الباب ورجع ابنه قال له ندليت. قال له ايه؟ قال له جيب عربانه حط لك دهن شيس سمن طحين نسواق مخضر. قال له هاي تطهي اياه مصرف. قام يوميا ب9 الصبح يجيب لها المسواق من الباب. ما تطلع من البيت. قال له ما تطلعين. قامت تصل توكل الجهال وتلبسهم شو سوى دزلهم وكلها ورا 6 شهور. هذا طاب من العمليه مالته، فمن رجع قال هسه مرتي شردت جهالي بالشوارع وين راح القيه؟ شو اسوي؟ من اجى دق الباب شاف جهاله موردين نظاف حلوين اكل خير من الله لابس نظيفه. قال له وليش تعايش؟ منين جبتي هذا المسواق هذا الاكل هاي؟ شلون دبرتي امورك؟ قالت له انت مو قلت لي روحي لابو خيمه الزرقاء؟ وانا رحت وما قصر. يوميا يدزلنا المسواق. من هو؟ ابو خيمه الزرقاء بالتلاوات. وانا قلت له شوف خيمه الزرقاء الله على من رحتي؟ من رحتي على من؟ قالت له ست على كيفك على كيفك على كيفك يا عيني. بعد نص ساعه يجي المسواق والعربانه قاعد ياكل بروحه. جت العربانه نزلوا المسواق والمخضر وطال مصرف وراح مشى وياه. لحقه على الحج لقاه قاعد. قال له عمي اني فلان وهاي مرتي جدتك وهاي مرتي بهل من اهل الله وما تعرف. اني قلت لها روحي لابو خيمه الزرقاء الله ما ينساكم.
ايش صرفت على بيت يا عمي؟ ده مد ايده بصايته ده يطلع فلوس، قال له يشيل ايدك، شيل ايدك، تعطيني فضل ربي. الله اكبر. لو ما الله يحبني يدز علي، ايوه. كان دز على غير واحد. الله. خلاص انت جيت الزم بيتك. ونعم بالله. ايش تحتاج؟ ونعم هم بالله. ذول اهلنا نعم. قبل، ذول اهل بغداد. هذا ذول اهلنا، شعبنا هذا. ونعم. منين جتنا هاي السوالف يا عمي؟ مع الأسف.